تعالوا نعمل مع بعض النهاردة العيش بالسجق الاسكندراني، من أحلى وأطعم سواء العجينة أو الحشوة اللي جواها من بساطتها. أنا بس عملت لها أبديت كده من عندي عشان تكون مسكتها سهلة بالذات لو في أطفال. مش هقفل العجينة زي الحواوشي لأن هو ده الشكل الأصلي بتاعها، لا أنا هعملها زي العيش الفينو لكن بنفس طريقة العجينة بتاعته. الاسكندرانية عارفين إن اليوم ده يوم العجن، من الكبير للصغير بيبقى قاعد عمال يعجن، اللي يعمل حواوشي واللي يعمل سجق، وفي الصاج وعلى الفرن على طول. يلا نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع على طول. ما تنسوش الاشتراك معايا في القناة لأن ده شيء بيساعدني جدا. نسمي الله. معايا كوبايتين كبار دقيق، معايا معلقة ملح، معلقة سكر، معلقة فلفل صغيرين، معلقة كبيرة خميرة، وهقلب كل المكونات دي مع بعض. وبعدين هنزل عليهم فنجان لبن وربع فنجان زيت، ومحضرة جنبي كوباية مية دافية عشان الخميرة بتاعتي تشتغل على طول. خلي بالك ممكن الدقيق بيحتاج كوباية مية كاملة كبيرة زي اللي قدامكم دي، وممكن أقل على حسب نوع الدقيق اللي انت جايباه تشتغلي بيه. المهم نزلت بيها تدريجي، وهبتدي بقى ان انا ألم العجين كله، واحاول ان انا اخليه زي ما انتوا شايفينه كده، بعجن وافرد والم، اعجن وافرد والم. في الاخر بكورها كده واتأكد ان العجينة تحفة وناعمة ما شاء الله زي ما واضح قدامكم. هجيب البولة بتاعتي واحط فيها العجينة وعليها رشة زيت بس، واغطيها واسيبها ترتاح براحتها عقبال ما اجهز الحشو. معايا بقى هنا سجق وزيتون وجبنة موتزاريلا وفلفل وطماطم، متشال القلب بتاع الطماطم علشان المية بتاعتها تخليني اعرف اقفل العجينة، ومعلقة ملح ومعلقة فلفل. وهقلب بقى كل ده مع بعض زي ما حضراتكم شايفين، وهبتدي احط الدقيق، والعجينة بقت جاهزة زي ما حضراتكم شايفين كده. هبتدي ان انا افردها معايا بالطول. العجينة دي عملت معايا 11 سندوتش بكوبايتين دقيق كبار بس. هبتدي بس ان انا اقطع وافرد واحط على جنب، وبرضه هغطيها تاني بالفوطة. كل ما بغطيها كل ما بتكمل برضه تخمير. تقطع معايا بمنتهى السهولة، العجينة ناجحة 100% لو مشيتي على الخطوات دي بالذات. ببتدي اخد كل العجين واكوره زي ما واضح قدامكم اتخمر تاني. هاخد اصغر واحدة صغنونة دي، وهبتدي ان انا ارش حبة دقيق على النشابة وحبة دقيق على البورد، وهبتدي ان انا افردها زي ما واضح قدام حضراتكم. بفردها، انا عايزاها رفيعة قوي، وهبتدي انزل عليها بالجبنة الموتزاريلا والطماطم والفلفل والزيتون. دي بس علشان اصغر حتة في العجينة، فانا مش عايزة املاها قوي علشان ما تتقطعش معايا وتبقى زي الساندوتش بالظبط. ببتدي اقفل عليها العجينة زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. انا عمالة كأني بلزقها، وافرد واضغط وافرد واضغط اهو. لزقوا معايا وبصوا ما تقطعتش حتى وما اتفتحتش. الصينية بتاعتي دهنت فيها حبة زيت، وابتدي اعمل بقى بقية العجين بتاعي. برضو بفرد برفعها، بحط الحشوة بتاعتي جبنة موتزاريلا، السجق الاسكندراني، وطبعا الفلفل الحامي لا غنى عنه. السجق الاسكندراني بجيبه وبحطه في طاسة مثلا او في الحلة وعليه حبة مية، واسيبه بس يستوي مع نفسه، وما بحطلوش اي اضافات لان هو فيه كل حاجة. وادي العجينة التالتة، احط الحشوة واقفل وابطط والف
وهكذا اهو. بصوا مفيش ولا واحدة اتقطعت معايا. هجيب بقى هنا بيضتين هكسرهم، واجيب حبة فلفل، حبة ملح، وهقلب كل ده على بعضه. عايزة تحطي لبن حطي، مفيش مشكلة. وهبتدي ان انا ادهن العيش بتاعي اللي بالسجق بالبيض زي ما حضراتكم شايفين. اول ما يطلع معايا من الفرن، التركة دي حلوة قوي، بخاخة مية كده ورشي عليها وغطيها بالفوطة، هيطلع معاكي طري وتحفة. عامة يعني اي عيش انتي بتعمليه محشي اي حاجة، التركية دي حلوة قوي. حتى الحواوشي بتبقى فيه حلوة قوي. بصوا اللون الغامق ده من البيض ده مش حرق في الساندوتش خالص، بالعكس. بصوا نار نار، الجبنة سايحة، نار مش عارفة امسكه. تحفة، وخفيف كده رفيع، ولا لا لا حلو قوي، وكله طالع معايا اسطمبة واحدة يعتبر يعني. بصوا بوريكم اللمعة والطريان، جميل جميل جميل. اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم، واتمنى انتوا تجربوا الطريقة، وهستنى رأيكم في الكومنتات. مع السلامة.